السيد عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية تطرق في عرضه أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية المعتمدة ببلادنا، تطرق إلى بعض خلاصات اللجنة والمرتبطة أساسا بتعديل الدستور، والهدف إعطاء قوة وفعالية أكبر للجهوية المتقدمة. الموضوع ديال الجهوي تبين لنا بوضوح أنه يخص تعديل بعض الفصول من الدستور باش يمكن رئيس الجهة يكون عنده سلطة تنفيذية، باش يمكن الوصاية ديال الوالي وديال العامل على المجالس ما تبقاش، وباش يمكن المساهمة ديال المرأة ترقى إلى واحد المستوى اللي هو مستوى أعلى. وبالتالي اقترحنا أنه هذاك الفصل المعروف اللي كيوضع المساواة ما بين الرجل والمرأة يكون فيه فقرة إضافية اللي كتقول أنه بواسطة القوانين كيمكننا نشجعوا على وصول المرأة إلى مناصب انتخابية، وبالتالي ما كيبقاش ذاك الحافز اللي كان واللي كان دائما المجلس الدستوري كيوقف الحركات باش يمكن نعملوا اون ديسكريميناسيون بوزيتيف. هذه أهم الاقتراحات فيما يخص المتعلقة بالدستور. أنا كرئيس ديال اللجنة الاستشارية للجهوية كنعتز وكنفتخر كون مبادرتنا واقتراحاتنا كانوا بداية واحد المسار اللي هو مسار تاريخي بالنسبة للمغرب، واللي جلالة الملك ما اكتفاش بالاقتراحات اللي قدمنا وكانت كلها متعلقة غير بالجهوية، وصبح الآن كيطرح من الشعب المغربي يعني واحد الورش اللي هو ورش جديد وعميق وتاريخي اللي فيه يعني مراجعة شمولية للدستور في جميع الجوانب الأساسية اللي كيتضمنها الدستور. جزء من المقترحات الدستورية. من جانبه ذكر السيد عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور بمضامين الخطاب الملكي الذي أعلن فيه جلالة الملك عن تكوين هذه اللجنة، وهي اللجنة التي يتميز أعضاؤها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، مشيرا إلى طريقة عملها. ديال المجال ديال الإصلاح الدستوري، هذه اللجنة يمكن لها بالابتكار ديالها، يعني يمكن لها تطرق لمجالات أخرى، مواضيع أخرى في التعديل الدستوري. إذن العمل اللي عطانا اللي كلفنا به جلالة الملك تيبقى عمل مفتوح. فيما يخص الإطار المحدد من دون شك أنه اطلعت على الخطاب ديال جلالة الملك، وما غاديش بطبيعة الحال نطول فيه. اللي بغيت نقول أن هذا الخطاب ديال جلالة الملك هو خطاب تاريخي، أن المجالات اللي غادي يشملها هذا الإصلاح الدستوري المرتقب هي مجالات واسعة ومختلفة اللي فيها مطالب أساسية كدستورات وصيات هيئة الإصلاح والمصالحة، كذلك الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة تكفل سيادة القانون ومساواة الجميع. أيضا فيها المسألة ديال الحكومة الديمقراطية ومسؤولة، فيها تكريس الجهوية متقدمة إلى آخره. وفي نفس الوقت هذا الإصلاح غادي يكون بطبيعة الحال باتصال مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات السياسية، المنظمات الحزبية، المنظمات النقابية ومنظمات الشباب. وكما قال جلالة الملك ما غاديش نكتفيو بالإصغاء للناس اللي هاد الممثلين ديال هاد المنظمات، ولكن غادي نتشاوروا معهم كذلك، وغادي نحاولوا نوصلوا يعني بالمساندة ديالهم للحلول اللي هي سترضي الجميع. مطالبة إصلاح الدستور بشكل شمولي، وكما تم التأكيد على ذلك في هذه الندوة الصحفية،
من شأنها أن تعطي منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل، علما أن نتائج أعمال لجنة مراجعة الدستور سترفع إلى نظر جلالة الملك في غضون شهر يونيو المقبل.